هتدخل النار حتى لو بتصلي. حتى لو بصلي؟ ايوه حتى لو بتصلي. ناس كتير قوي في مجتمعنا ملتزمة بالخمس صلوات وممكن يكون ما بيسيبش فرض كمان، لكن اسلوبه في التعامل مش كويس خالص، اسلوبه في التعامل وحش جدا. ممكن يكون بيعمل معاك حاجات غلط، ممكن يطلع من باب الجامع ويكون بيشتم، يكون بيتعدى عليك عادي، يغلط عادي عادي. ممكن تلاقيه طالع من باب الجامع وبيعاكس بنات، مفيش مشكلة. سهل ياكل حقك، سهل يغتابك ويتكلم من وراك في ظهرك. من الآخر حقوق العباد عنده مستباحة وملهاش كتالوج وملهاش قانون هو ماشي عليه أبدا. وبيتفاجئ يا عيني يوم القيامة بناس واقفين طوابير بيشتكوا ربنا سبحانه وتعالى منه، من اللي هو عمله فيهم ومن إنه ظلمهم وإن هم عايزين ياخدوا حقهم منه. وفي مشهد كله لوم وحسرة وزعل، الناس دي كلها اللي واقفة طابور تيجي تاخد من حسناته لحد يا عيني ما حسناته كلها تخلص وما يتفضلش عنده إلا سيئات. تخلص حسناته من هنا ولسه يا عيني الطابور ما خلصش ربعه، والناس دي عايزة حقوقها، فتقول له يا رب عايزين حقوقنا، فهو ياخد من سيئاتهم لحد ما تطرح عليه وتلقي بيه في جهنم ويقع على وجهه وينكب على وجهه في جهنم. لو عجبك المحتوى يا ريت تدعمني بلايك وشير، وما تنساش ان اي مشكلة في الدنيا ليها حل، بس تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتسأل حد مختص، وان شاء الله كل شيء هيتحل.